قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد ذكي جدا ودمه خفيف اسمه كنان، وكان بيحب ماما وبابا وإخواته، بس كان على طول بيلعب وما بيعملش واجباته في المدرسة وما بيحبش ينام بدري أبدا. وكل يوم كانت مامة كنان تروح له وتقول له إن هو ينام علشان خلاص الوقت اتأخر وبيكون عنده مدرسة تاني يوم الصبح. بس هو ما بيرضاش خالص إن هو ينام وبيفضل سهران على التلفزيون ومش بينام بدري. مامة كنان بتروح له وتقول له: يلا بقى يا كنان، يلا بقى يا حبيبي نام، انت عندك مدرسة بكرة، ازاي هتعرف تصحى وانت سهران بتلعب كده؟ حاضر يا ماما، هنام بس شوية كده، انا لسه عايزة اسهر يا ماما، مش عايزة انام دلوقتي خالص، مفيش نوم جايلي. يا حبيبي ما ينفعش ان انت تسهر كده، كل يوم بتروح عليك المدرسة وكل يوم بتقولي ان انت هتنام بدري وما بتنامش بدري. خلاص يا ماما، صدقيني دي اخر ساعة وهنام. ومشيت مامته يا اصدقائي، وفضل كنان قاعد على التلفزيون وما نامش خالص، وفضل صاحي لحد تاني يوم الصبح. وقبل المدرسة ب10 دقايق حس إن هو عايز ينام، ونام يا أصدقائي. ومامة كنان جت عشان تصحيه، ما كانش راضي يصحى أبدا، وكان بيقول لها: يا ماما سيبيني أنام أرجوكي، أنا عايزة أنام يا ماما، أنا مش عايزة أروح المدرسة. ومامة كنان يا أصدقائي ما كانتش عارفة تعمل إيه، وكانت متضايقة منه جدا إن هو أهمل الدراسة بتاعته وبيسهر على التلفزيون وبيلعب وما بيعرفش يصحى للمدرسة بتاعته. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. مامة كنان قالت إن هي هتقعد معاه وهتفهمه قد إيه الصحيان بدري مهم، وإن أنت تنام بدري ده مهم جدا وهيفيدك في حاجات كتيرة. وكانت عايزة تفهمه أضرار السهر ده وإنه مش كويس ليه وهيتعبه جدا. ولما صحي يا أصدقائي كنان راح عند مامته عشان يفطر، بس كانت الساعة متأخرة جدا، صحي المغرب يا أصدقائي والمدرسة راحت عليه. مامته قعدت اتكلمت معاه وهو فضل سامعها للآخر، بس برضه ما اتغيرش وفضل زي ما هو لحد ما الامتحانات يا أصدقائي خلاص قربت. امتحانات كنان فاضل لها أقل من أسبوع، وكنان ما بيروحش المدرسة أبدا وعمال بيلعب، وكل يوم بيسهر وبيلعب مع القطة بتاعته وما بيذاكرش أبدا. ومامة كنان كانت متضايقة جدا، وكل لما تشوفه بيلعب ما كانتش عارفة تعمل ايه. وراحت قعدت معاه تاني وقالت له ان امتحاناته خلاص قربت وانه لازم يذاكر ويجتهد علشان ينجح في المدرسة ويكون ولد كويس وشاطر. وكنان فعلا يا أصدقائي كان خايف جدا إن هو ما يعرفش يحل حاجة في الامتحانات أو إنه يسقط، فقرر إن هو هينام بدري بعد كده. وفعلا يا أصدقائي أول يوم اتفرج على التلفزيون بس مدة قليلة، اتفرج ساعة وبعد كده راح ذاكر شوية. وتاني يوم اتفرج نص ساعة وبعدين راح ذاكر شوية أكتر. وتالت يوم يا أصدقائي ما كانش بيتفرج على حاجة خالص، وكان مركز إن هو يذاكر علشان يجيب أعلى الدرجات. ومامة كنان اتبسطت جدا بالتغيير ده، مكانتش مصدقة نفسها إن كنان خلاص اتغير وعرف إن مصلحته في النوم بدري وإنه يروح مدرسته بانتظام وما يسهرش وما يلعبش ويذاكر عشان امتحاناته. وجاي يوم الامتحان يا أصدقائي وكنان صحي عشان يروح المدرسة بتاعته، وراح المدرسة وامتحن وحل كويس جدا يا أصدقائي، واكتشف إن فعلا اللي بيجتهد بيلاقي تقدير كويس في الآخر. وراح البيت يشكر مامته إنها نصحته يا أصدقائي، وكانت خايفة على مصلحته وما زهقتش أبدا من إن هي تنصحه، نصحته كذا مرة لحد ما هو اقتنع وجاب لها هدية صغيرة علشان يعبر لها عن حبه ليها، ووعدها إن بعد كده مش هيلعب أبدا وهيذاكر وهيلتزم.
ومامة كنان كمان جابت له هدية جميلة بمناسبة إن هو سمع الكلام وذاكر واجتهد. وكنان اتبسط جدا يا أصدقائي، وعاشوا حياة سعيدة. ومن هنا نتعلم إن إحنا لازم نلتزم ونذاكر بجد، وننام بدري عشان نصحى لمدرستنا بدري، وما نلعبش وقت كبير. اكتبوا لنا في التعليقات ايه المشكلة اللي كانت بتواجه كنان، ومامة كنان عملت ايه علشان تحل المشكلة دي. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا!